حفلت حفلت واتدلعت وعملت كل اللي نفسك فيه. تعالى بقى عشان هلبك. هلبك. وعشت لك يومين في الصدارة، روقت الصدارة ومسحتها وكنستها وروقت عليها عشان عمك ياخد مكانه الطبيعي. كفايه عليك كده. يلا انزل يا وصيف يا كومبارس يا عرة. بالظبط زي ما سمعت. وقبل اي كلام وقبل اي حوار، احنا لسه وحشين، احنا لسه بعاد. مش ده الاهلي ومش ده مستوى الاهلي ومش ده اللي احنا مستنيينه من لعيبه الاهلي والصفقات الجديده اللي المفروض ان هم كباتن ونجوم كبار جايين علشان يعملوا فارق. ولكن الاول خلينا نسمع الفيديو ده ونشوف ونعقب عليه. انا ببجامة النوم مش عارف انام. اقسم بالله ما عارف انام، جالي ارق، والله العظيم جالي ارق. كل ما اجي انام اقوم على كابوس. وقمت دلوقتي قلت اصور معاكم فيديو اسالكم سؤال رفيع جدا، سؤال بسيط. هو مش الاهلي كان من كام يوم، مش من سنين، من كام يوم بالظبط، كان بيصارع الهبوط، وكان في المنطقه الدافيه والمنطقه الساقعه، وكان فاضله مش عارف كام نقطه وينزل القسم الثاني، وكان في كلام كتير حلو. ازاي بقدرة قادر دلوقتي يعني لو كسبنا وكسب الماتش اللي متأخر فيه دوت هيبقى هو أول الدوري ويعدينا بنقطة؟ ازاي؟ ايه الإعجاز اللي حصل ده؟ حصلت ازاي دي؟ ده سؤال أنا عمال أفكر فيه، عمال بيقول لك هو مش ده اللي من يومين كان بيصارع على الهبوط؟ هو ده شبح ولا يعني؟ بيقول لك انا مش عارف انام. تخيل هو مش عارف ينام عشان احنا لسه التاني. امال لما نبقى الاول هيحصل فيه ايه؟ يا جدعان والله العظيم ثلاثة خبطوا وراهم، دبدب وراه كده، دبدب هتلاقيه ركبه بترعش ويبتدي ينقط. بحب اقول لك لو بتنقط ركب جلدة. تمام. فالاهلي يا جدعان بدأ. انا مش هقول اي حاجه فنيه، انا مش هتكلم فني لان احنا وحشين جدا، وحشين قوي، احنا وبعاد قوي قوي قوي. بس هم دول الزملكاويه او هو ده الزمالك. يعني عارف انت مدرب راح في ماتش الاسماعيلي للواد البرازيلي بتاعهم اللي هربان من ثالثه اعدادي ده، قال له خد انذار عشان تلعب ماتش الاهلي. انا مش عايزك تغيب، انا ماتش الجونه ده في جيبي، فاهم؟ خد انذار عشان تلعب ماتش تغيب عن ماتش الجونه وتلعب لي ماتش الاهلي. هو ده المطلوب. يوم ايه بقى؟ سبحان الله، بقى لهم 20 سنه بيعملوها، 20 سنه بيعملوها. ماشي، ياخد انذار قبل ماتش الاهلي ويغيب الماتش اللي قبله عشان يجي في ماتش الاهلي يلعب، وهوب سبحان الله يقع الماتش اللي قبل الاهلي ويخسر من الاهلي، وان شاء الله يخسروا من الاهلي. احنا وحشين، وحشين. لسه بدري علينا، لسه زي الزفت. ولكن شوف احنا لسه بعاد وكم المشاكل اللي بقول لك عليها، واللعيبه لسه ومش عارف ايه. ومجرد ما كسبنا ماتش والتاني هم بدأوا يهروا، ركبهم تخبط في بعض. ايه ده الاهلي ورانا. هو مش ده اللي كان من يومين المركز 15؟ ازاي بقى التالت؟ فرق يعني تخيل انت تكسب الزمالك وتكسب ماتش المؤجل بقيت انت الاول خلاص. فلسه بقى، ما بالك بقى لما تجيب مدرب؟ يعني ما بالك لما تجيب مدرب؟ ما بالك لما سيد عبد الحفيظ يبقى مشرف على الكوره، مشرف على الفريق الكوره عموما؟ ما بالك لما كابتن وليد اللي انا بحييه بصراحه يدوس يعني المستوى اللي هو بيقدمه؟ سيد عبد الحفيظ يا جدعان في حته تانية. يعني مش هنقارنه بحد. كابتن ثابت البطل عليه رحمه الله كان اشهر واحد مسك مدير كوره، ولكن انا من وجهه نظري ان سيد عبد الحفيظ عداه. سيد عبد الحفيظ عدى كابتن ثابت، والاثنين يعني قريبين قوي من قلبي وبحبهم جدا. ولكن كابتن سيد في حته لوحده. كابتن بقى وليد صلاح الدين اللي بصراحه بالنسبه لي مفاجاه. كابتن وليد انا كنت خايف ان هو يعني بيبي فيس واللعيبه مثلا مش هتخاف منه، مش هاخد قرارات جريئه. لا، كابتن وليد صلاح الدين اثبت لي ان هو محتاج بس وقت في المركز ده، وهيبقى من اشطر الناس اللي جم في المركز ده، مركز مدير الكوره. كابتن وليد صلاح الدين زي ما كان هو موهبه، وكابتن الخطيب سلمه التيشيرت بتاعه وهو بيعتزل، فكابتن وليد صلاح الدين هيثبت نفسه في مدير الكوره. ولكن عايز اقول لك ان الاهلي لسه في يعني فجوه كبيره كاداري. لسه انت محتاج تصحيح جذري كاداري، كطبي، خططي بقى المدرب.
فلازم يعني اتمنى من كل قلبي برونو لاجيجي، يعني مدرب السيره الذاتيه بتاعته والمشروع ونتائجه، كسب اتلتيكو 4، كسب بايرن 2، كسب يوفنتوس، كسب مانشستر يونايتد، كسب مانشستر سيتي. لا جامد 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 جامد، مدرب جامد وفكره جامد. النقله دي ان انت تجيبه افريقيا ونوعيه المدربين والتكتيك ده، لا نقله، ويا رب يجي. بس برضه هرجع واقول لك انا مش فارق معايا اسم المدرب. احنا جبنا اسامي كبيره وجبنا اسامي صغيره، سواء الاسامي الكبيره ممكن ما تكونش نجحت زي مارتن يول، والاسامي الصغيره اللي ما كانش حد يعرفها زي فايلر جه وكان مدرب عبقري وكسر الدنيا تمام. بس هي الفكره كلها ايا كان المدرب بالنسبه لي بطيخه، انت ورزقك، يا تطلع قرعه يا تطلع حمرا، سواء اسمه كبير او صغير. اتمنى ان المدرب اللي يجي ايا كان اسمه يكون ناجح معانا ان شاء الله. فخلينا نشوف الدنيا هتمشي ازاي في الفتره الجايه. ولكن احب اقول لك في الاخر يا عزيزي، لا اجمد كده، ما تعيطش، اجمد. مش انت اللي قلت انا عامل فرقه ولازم اكون في الصداره اجمد لسه. تخيل احنا ممكن بعد كل الكلام ده نتغلب من الزمالك، يعني هيمسكوني تحفيل لما بص هينفقوني، بس عادي هي دي الكوره. طالما في الادب، طالما بالادب وبدون خروج عن النص، انا ما عنديش مشكله. حفل عليك تحفل عليا، هي دي متعه الكوره. انما هنقل ادبنا لا، ده مش مقبول. ويا عزيزي وصلنا لنهايه حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك وتفعل زر الجرس وتعمل اشتراك عشان يوصلك كل جديد. واحب اقول لك ان من الاخر العمده بيقدم محتوى فاخر. سلام.